وأخيرا بالدليل، صورة تكشف وتفضح علاقة تامر حسني وملكة الجمال المصرية يارا السكري. انتشرت خلال الساعات الأخيرة صورة عبر مواقع التواصل والمواقع الإخبارية، الصورة التي أكدت علاقة تامر حسني ويارا السكري. إذا شاهدنا الصورة بشكل عادي فلن نلاحظ أي شيء سوى صورة ليارا السكري وهي في متنزه طبيعي مغطى بثلوج. لكن لاحظ المحققون أن هناك شيئا غريبا في الصورة، فعندما نقوم بتكبير وتقريب الصورة على الزوم ونضيف شيئا من الضوء، نلاحظ انعكاسا لصورة شخص ما على نظارات يارا السكري. يا ترى من يكون هذا الشخص؟ عندما ندقق جيدا في نظارات يارا السكري نلاحظ وبدون أدنى شك وجه الفنان المصري تامر حسني ينعكس على نظارات يارا السكري. ومن خلال هذه الصورة تأكدت الشكوك عن وجود علاقة بين تامر ويارا السكري. إذن ما مصدر هذه الصورة؟ دخلنا إلى صفحة يارا السكري على انستغرام وقمنا بالبحث عن هذه الصورة إن كانت حقيقية أو مزيفة، وبالفعل بعد نزولنا في صفحة يارا السكري قليلا عثرنا على الصورة وتأكدنا بأن الصورة حقيقية وتعود فعلا ليارا السكري. هذه الصورة ليست قديمة وهي صورة حديثة بتاريخ 19 فبراير 2023، أي قبل 3 أشهر من الآن. وكانت قد ذكرت مصادر مقربة من بسمة بوسيل أن علاقة الفنان المصري تامر حسني وملكة الجمال المصرية يارا السكري بدأت منذ عام 2020 مباشرة بعد لقاء تامر ويارا في فيلم الفلوس. وتشير بعض المصادر إلى أن تامر ويارا متزوجان منذ فترة في السر، حيث كان هذا الزواج هو السبب في طلاق بسمة بوسيل وتامر حسني. ما علاقة هالة عمر بهذا الطلاق؟ هالة عمر هي مديرة أعمال السوشيال ميديا لتامر حسني، وأيضا هالة عمر هي صديقة مقربة ليارا السكري. هالة عمر هي من عرف يارا السكري على تامر حسني. من هنا نكتشف لماذا بسمة بوسيل تقول لهالة عمر: حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا هالة. بسمة بوسيل تتهم هالة عمر بأنها كانت السبب في لقاء تامر حسني ويارا السكري وإنشاء علاقة بعد ذلك، مما تسبب في مشاكل بين تامر وبسمة وبعد ذلك الطلاق.